اهلا وسهلا يا ارض احفظي يا ارض صوني. لقتي عليها اسم النبي حارسها. تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. المشهد وكالعادة بيبتدي بمشهد لطيف جدا. أبطاله اتنين: المحروس اللي بيكلم مامته بكل حب وود، وأم المحروس. ماما ماما حبيبتي، عايزة أكلمك في موضوع مهم يا غالية. عيني يا عيني يا غالي. عارفة فلانة؟ مالها يا حبيب قلبي؟ كنت عاوز يعني لو ممكن أقول لبابا ونخطبها. ودي آخر حاجة قالها المحروس لأمه مع الأسف، وخلص دوره لحد هنا. وبدل ما كان قاعد قعدة ظريفة لطيفة مع ست الكل اللي بتقوله يا حبيب قلبي ويا عيني، اتقلب الكلام لفيلم رعب بوليسي تراجيدي. ومن اللحظة الأولى اللي عرفت أم المحروس إن المحروس عجباه محروسة، وقبل حتى السؤال الوجودي الأزلي الحتمي مين دي اللي سعدها زمانها وهتاخد ابني، يكون أهم مثل شعبي تتوارثه الأجيال حضر. وحضر معاه عفريته اللي لا يمكن أبدا ينصرف خلاص. ربي يا خيبة للغيبة. أيا كانت الغيبة دي مين وفين وليه وإمتى، تكون اللمبة الحمراء نورت على كلمة تاخد، وتحط تحتها مليون خط. تاخد خدها ربنا البعيدة، إلهي ما توعى ولا تكون. كان يوم ويوم ويوم، طبعا يوم ما شفناها. كل ده عبارة عن مونولوج داخلي لأم المحروس، مع حالة من الثبات الانفعالي على وشها الشديد الصرامة علشان ما يلاحظش شيء، لأنه بيتحدث بمنتهى الطلاقة عن شريكة حياته اللي اختارها بمحض إرادته. علشان يعمل فيها إيه؟ يلقي بيها في محرقة الزمن، لأنه مسكين ما يعرفش إنه هو اللي هيتكوي بالنار دي وإلى الأبد، وإن قيامة المسكينة اللي اختارها دي قامت خلاص. طبعا وهو قبلها لو فكر للحظة على مر عصور الزواج ده لو تم أصلا إنه يدافع عنها. وخلينا نتفق من البداية وقبل عرض المواقف إن الزواج ده شركة بين 3 أطراف. أيوة، 3 أطراف، وربما 4، وده حسب تساهيل ربنا. الشركاء هم مين بقى؟ الولد والبنت، واللي هم نفسهم هيبقوا الزوج والزوجة ده لو الجوازة تمت. والطرف أصيل في العقد وهو أم الزوج، وطرف رابع وهو أم الزوجة. وده غالبا مشاكله يعني لا تتعدى موقف أو موقفين على مدار فترة العقد، إلا لو هو أصلا بتاع مشاكل، لأن ده عملا بالمثل القديم اللي بيقول الحما تحب لبنتها الشتاء ولمرات ابنها الصيف. وما علينا من كل الأمثال دي، لكن اللي أنا عايزة أقوله إن أم البنت في الأعم الأغلب بتكون أقل حدة شوية في مشاكلها من أم الزوج. ليه؟ لأنها بتخاف كتير على زعل زوج بنتها، ما بتحبش تنكد عليها، إلا لو هي برضو طرف من الأطراف اللي بتحب تنكد، ما نقدرش ساعتها نمنعها ولا أي قوة تقدر تقف قصادها. لكن على الصعيد الآخر بقى أم المحروس، حتى لو كانت ست طيبة ومسالمة ورقيقة ويشهد لها جميع الأهل والأقارب والأخوة والأخوات، إلا إنها بتتحول وبتكشف عن أنيابها ال15 لما تعرف إن المحروس اختار محروسة. ونرجع تاني لمبتدى الكلام عن كلمة تاخد. أي والله هي الكلمة دي المشكلة. ويمكن لو من البداية ما خطرش في بالها كلمة تاخد دي، كانت الحياة بقت كنافة بالمانجا. وخلينا نقول إن الحموات الفتنات في تعاملها مع زوجة الابن بتتقسم لنوعين: نوع سوي نفسيا ولسه فاكرة إن ده ابنها فقط ودي مشاكلها قليلة، ونوع تاني خالص مشكلتها انها شايفة ان ابنها ده بقى راجلها، وبالتالي الزوجة دي بقت ضرتها. ومن هنا تبدأ المشاكل. والنوع ده بيبقى من الحموات فتاك، لانه عنده كده شوية بنود بتتوارثها الاجيال، منها واهمها ان اكيد هي عايزة تاخده مني، هي هتقسمني عليا، هتحرمني منه، هتاخد خيره، منعاه يجيب لي حاجة، مسيطرة عليه. يوه، وصفات كتير جدا ما أنزل الله بها من سلطان بتتوصف بيها المحروسة، وبتبقى أوسمة بتنالها حتى قبل ما ابنها يتجوز. والهدف لهذه الفاتنة أولا وأخيرا إظهار كل ما هو سيء من تلك المحروسة اللي اختارها ابنها،
من إنها قليلة الذوق في اللبس والأكل والشرب وفي الكلام وفي كل شيء. وعلى الصعيد الآخر قد إيه هي أم طيبة ولطيفة ومش بتاعت مشاكل، وبتحب الخير لابنها، وذوقها عالي وجميلة ومفيش طعامة أكلها. وبنتبع بقى المثل اللي بيقول دايما ضربني وبكى وسبقني واشتكى. النوع ده كمان من الحموات بيبقى عنده إنكار فظيع إنه بتاع مشاكل، إلا إنه سبحان الهادي هو المشاكل ذاتها. ربنا يعافينا وإياكم يا رب ويقرب مننا النوع الحلو. استنوني في الحلقة الجاية مع حكايات كتير عن الفتنات. أميرة عبد الرازق، كاتبة روائية، استشاري نفسي وأسري، وقبل كل ده وبعد كل ده زوجة مصرية وأم الولدين، يعني طرف من أطراف عقد الزواج، مرة كزوجة والتانية كحمى إن شاء الله.